بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو المنتظر الفراخ المقرمشة اللي كل صحابي كلموني قالوا لي نزليها، فاتفرجوا كده معايا. دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني فرخة واحدة بس، وفرخة مش كبيرة يعني. كانت وهي صاحية كانت 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو 100. فطبعا هينزل منها كام؟ 400 جرام تقريبا. فيعني قولوا كيلو ونص، كيلو 700. ما شاء الله عملت كمية كبيرة خالص، ما شاء الله يعني تكفي عيلة كويس، تكفي عيلة وتبقى كمان. مع الكولسلو اللي احنا كنا عاملينها والرز اللي احنا كنا عاملينه. فأخيرا بقى نزلت لكم بآخر حاجة في الوصفة، اللي هي الفراخ المقرمشة الخطيرة التحفة، اللي أي حد هيجربها هيدعيلي، وأي حد هيجربها هيعملها كل يوم. فما شاء الله يعني نضيفة جدا، طعمها حلو جدا، وريحتها حلوة جدا جدا جدا. ولما بقول ريحتها حلوة ما بقصدش كتر بهارات، هي مش بكتر البهارات، يعني ريحة الأكل حلوة ملهاش علاقة بالبهارات. انت ممكن تعملي أكل من غير أي حاجة خالص وتبقى ريحته حلوة. فما شاء الله لطعمها. ولو أنا طول أدوق كل واحدة فيكم هدوقها. أول حاجة هنغسل الفرخة كويس وننقعها كويس. الأهم، كل خطوة أهم من الخطوة اللي بعدها، فدي خطوة مهمة جدا. لازم الفرخة تبقى مغسولة كويس جدا جدا جدا، ومتصفية كويس جدا جدا جدا. والتقطيع هنقطع كده حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. هنقطع الورك 2، وهنقطع الجناح بحتة من الصدر، واللي هي الحتة اللي في النص بتاعت الصدر دي هنقطعها حوالي 8 أو 9 حتت. ونخرم اللحمة كده، نغزها بالسكينة كده عشان التتبيلة تدخل في قلبها. كل خطوة مهمة جدا، لازم ننضفها كويس، ما يبقاش فيها ريحة زفارة. انا لما نقعتها بليمون ودقيق وجنزبيل وملح بدون خل طبعا، وسبتها شوية في المية، وبعدين غسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا اصلا ما كنتش عارفة اتحكم قوي في السكينة والجلافز اللي انا لابساه وكده يعني. بس بصراحة يعني طلع موضوع الجلافز ده مع تنظيف الفراخ اختراع، يعني اللي هو اصلا واحد كان بيبقى متضايق وهو بينضف فراخ، فالموضوع الجلافز في تنظيف الفراخ حلو مريح، لو انتي خلصتي ورميتي الجلافز وخلاص. فنقطعها لو في عظمة شابكة في عظمة من جوه من الفراخ، زي حتة اللي هي اللي بتبقى شابكة في الدبوسة دي، بنقطمها كده عشان ما تعملش دم، تبقى مستوية حلو. انا لقيت الحتة دي كبيرة فقلت اقسمها 2 عشان مبقاش لما تقرمش وكده مبقاش شكلها كبير قوي، تبقى شكلها حلو حد يعرف ياكلها. ندخل بقى على مرحلة البهارات. احنا كده نضفناها ومعاش فيها ريحة زفارة. ندخل على مرحلة البهارات. معلقتين ملح، معلقة بابريكا، انا حاطة هنا بابريكا مدخنة بس عادي انت ممكن تحطي بابريكا عادية. معلقة جنزبيل، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، بهارات فراخ، ايه تاني، فلفل اسود، وشوية مية. يعني شوية مية اللي هو انا حاطة لتر ونص تقريبا، او لتر وكوباية. تمام. الفكرة بالنسبة لك بقى في المية ان المية متبقاش كتير قوي، فعشان الملح ما يبانش، يعني يبقى مظبوط مع الملح ده اولا. ثانيا يبقى مغطي الفراخ، مكفي الفراخ، ما تبقاش قليلة برضو قوي. وعايزة التتبيلة دي تدخل في قلب الفراخ كلها من جوه. وممكن تحطي شطة لو انت حابة. لو حطيت شطة اولا بتخلي لونها حلو جدا، بس بيبقى فيها آه حرارة لو انت بتحبي الحاجة الحارة. هنا هنحط الفراخ في المية دي، في التتبيلة دي، ونحاول ندخل بقى في الخرام اللي احنا عاملينها. ندخل فيها التتبيلة دي. كده كده احنا هنبيتها. فتبقى هتبقى ان شاء الله الصبح هتبقى شربت يعني وخلاص وكله تمام. نيجي بقى ده تاني يوم. الكفر اللي احنا هنحطه على الفراخ دقيق، وهنحط نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الخلطة. توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، وبهارات فراخ. ماشي. وشوية ملح، ورشة بتاع ده كيلو دقيق حط عليه نص معلقة بيكنج باودر. محطتش نشا نهائي. لو تلاحظوا ان انا بحط سنة بهارات صغيرة، ده البيكنج باودر بحط سنة بهارات صغيرة، لاني اصلا الفراخ مبهرة، فانا مش عايزة ابقى باكل بهارات، انا عايزة برضو طعم الفراخ يبقى باين. وعندي طبق تاني فيه مية ساقعة ومكعبات تلج. تمام.
الخطوات سهلة جدًا، الفراخ سهلة جدًا، 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 أنضف وأحسن 100 مرّة من اللي إحنا بنجيبها من برّه، وده غير إن هي موفّرة جدًا، يعني إحنا لو جايبين الكمية دي من برّه صدقوني هتعدّي ال1000 جنيه، بحيث إن أنتِ جايبة فرخة يعني ممكن تكون الوجبة دي كلّها كلّفتِك مثلًا 300 جنيه، أنتِ ممكن تجيبيها من برّه ب1200. فما شاء الله يعني بقى ركّزوا بقى في الخطوات اللي جاية، بنعمل كده. أنا باعمل الفراخ المقرمشة بقى لي بس مش بالطريقة دي، بقى لي 12 سَنة. بدأت بُصّوا يعني بدأت من أيام ما كنت بارُش مَيّة على الدقيق عشان أعمل فتافيت دقيق كده صغيرة وتشبُك في البتاع. فيعني إيه، دي أسهل وأحسن طريقة للفراخ، الطريقة دي أسهل وأحسن طريقة للفراخ المقرمشة، فبجد تحفة، تحفة، تحفة وتستاهل التجربة. فلو أنتم أي حد هيشوف الفيديو ده من صحابي أو من حبايبي لازم يجرّب الفراخ، ولازم يعرّفني إن هو جرّب الفراخ وطلعت حلوة. شايفين بقى شكلها أصلًا ما شاء الله يعني من غير الcover التاني، أنا حاطة المَيّة الساقعة والتلج ده ليه؟ عشان أعمل بقى cover تاني. ليه الcover التاني بقى؟ أولًا عشان يبقى ماسك أوي على الفراخ، تبقى القرمشة خطيرة. و و وإيه كمان، ولأ الطبقة الأولانية لو أنا حطيتها في الزيت هتُقع، هتبقى خفيفة وهتُقع، فالطبقة التانية دي بتسندها يعني، زي دعامة كده. فإيه بقى، بُصّي لي بقى على الطريقة. آآ اعملي كتير على قد ما تقدري، أنا ما بامسكش الفراخ في إيدي أصلًا، أنا كإني إيه بانفضها كده في الدقيق، ما بامسكهاش في إيدي خالص. شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شايفين شكلها من غير ما تنزل أصلًا، حطيتها على مصفى. ليه بقى حطيتها على مصفى؟ ما ينفعش أحطها في طبق عشان ما تعجنش. ده غير إن أنا أصلًا أنا باوريكم شكلها عامل إزاي، إنما أنا أصلًا بعد كده هاحطها في الزيت على طول، يعني اللي أنا هاعمله هاحطه في الزيت على طول، هو هيبان إن أنا صورته كله ورا بعضه وإن أنا عملته كله ورا بعضه، بس لأ أنا باحط دور بدور، دور وأول ما يقرب يستوي خلاص أنا هاشيله وباعمل اللي بعده. بس أنا باوريكم الطريقة مرة عشان أكرر يعني الطريقة ورا بعض. فكده إحنا بنعمل تاني دور أهوًا، بنعمله إيه في الدقيق، لكن أنا أصلًا كنت بالفعل حاطة التاني في الزيت خلاص وكان هيطلع. هاعملها أول مرة وبعدين أنزّلها في المَيّة المتلجة وبعدين أرجّعها تاني في الدقيق. لو لقيتِ في أي مرحلة من المراحل الدقيق بتاعِك فيه كُتل من المَيّة وكده يعني فيه كُتل، عادي ممكن تنخليه وترجعي تكمّلي تاني. ولو اتبقى منِّك دقيق في الآخر ما ترميهوش، انخليه وحطيه في كيس في الفريزر، نعمل بيه المرة الجاية فراخ أو نشوي أو نقلي بيه سمك، ما يترماش. بس أنا الكيلو ده تقريبًا ما بقاش منّه حاجة، لأ فعلًا ما بقاش منّه حاجة خالص يعني، كيلو دقيق. ما شاء الله. الزيت بقى أنا حاطة في حلة وحاطة والله ما استخسرت في نفسي حاجة، حاطة إزازة زيت تموين كاملة. وهو ليه حاطة في حلة لأن الزيت بيفور ومش هينفع خالص في طاسة، المفروض إن الزيت يبقى مغطي الفراخ، يعني كده الزيت مغطي الفراخ في حتة فوق كده ما كانتش متغطية، أنا حطيت عليها زيت أصلا عشان إيه، عشان تتشمع لحد ما أجي أقلبها الناحية التانية، بس ما ينفعش كانت تفضل طرية. فأنا حطيت على فالمفروض الزيت يبقى كتير، فعشان يبقى كتير نعمل إيه، نضيق الحلة، نجيب أقل حلة، أكتر حلة صغيرة عندنا، ونحط فيها الزيت عشان الزيت يبان. دي إزازة زيت، الزيت ده أنا مش هارميه، هخلص وأصفيه وباعينه وأقلي منه سمك، فمش هيترمي. خلي بالكوا هي بتستوي في الزيت فلازم تاخد وقتها، دي أهم بقى خطوة، أهم خطوة، أهم من التتبيلة ومش أهم من التنظيف طبعا، لأن خدوا بالكوا لو هي مش متنضفة كويس مش هيطلع طعمها حلو خالص، لازم طعمها يبقى مش حلو، هيبقى طعمها زفر. فلازم تتنضف كويس ولازم كل خطوة تاخد حقها عشان في الآخر تاكلي حاجة كويسة تستاهل تعبك. بصوا على الحلاوة وهي لسه متحمرتش أصلا ولا استوت، ما شاء الله، ما شاء الله، هي أصلا بتقرمش وهي في الزيت والله. بنسيبها 4 دقايق من غير ما نغطي وبعدين بنغطي ليه بقى عشان نتأكد ان هي استوت كويس، ونسيبها كمان 4 دقايق متغطية. ماشي، في الأول بتبقى النار عالية وبعدين بنعمل نار متوسطة، متفضلش عالية على طول عشان ايه، تستوي. تاخد مثلا 8 دقايق 9 دقايق 10 دقايق، ما تعديش ال12 دقيقة وتكون ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله استوت وجميلة. ما تخافيش، هتبقى مستوية وجميلة، مفيش عندي ولا قطعة
بتطلع فيها حاجة، بيبقى كله مستوي ومستوي حلو. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عايزاكم كلكم تجربوا تعملوها. أنا أول فيديو أتكلم فيه براحتي وأتكلم فيه وأنا مرتاحة، اللي هو بأريحية، مش حاسة إن أنا مضغوطة. أنا مبسوطة جدًا إن أنا صورت الفيديو ده، مبسوطة جدًا إن أنا عملت الفراخ المقرمشة بالشكل ده، مش عشان عملتها أول مرة أعملها، لأ، أنا مش أول مرة أعملها، مش أول مرة أعملها بالطريقة دي يعني، باعملها على طول. بس مش عارفة، عندي أمل في الفيديو ده جامد جدًا، مش عارفة ليه، مع إن عندي أفكار كتيرة جدًا، بس حاسة إن الفيديو ده هيبقى وشه حلو عليَّ إن شاء الله بإذن الله. يا ريت، يا ريت كلكم تجربوها وتدعوا لي، مش عايزة حاجة أكتر من إنكم تدعوا لي. في ناس بقى بتعملها في حلة ضغط وكده، بس إحنا بنعملها بأقل الإمكانيات يعني، في أي حلة عادي هتنفع إن شاء الله. أنا محتاجة تشجيع جامد منكم، وأي حد يدخل قناة جديد ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس. بصوا على الحلاوة إن شاء الله يعني. أنا من كل ما أشوف الفيديو بحس إن أنا عايزة أقوم أعمل فراخ مقرمشة تاني، وولادي كل شوية يقولوا لي لأ أنت اعملي لنا بقى تاني. بصوا بقى دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله فرخة، يعني ما شاء الله تكفي عيلة وتفيض والله ما شاء الله يعني. والقرمشة كان نفسي تسمعوا صوت القرمشة أو تدوقوا.